أما رقم 8 اللي بتعتبر أول كنيسة تم بنائها في مصر هي كاتدرائية ماري مرقس في اسكندرية، وبيرجع تاريخ بدء الكنيسة لما بشر القديس العظيم ماري مرقس الرسول إنيانوس الإسكافي بالمسيحية، اللي بعدها دعاه لبيته واتعمد هو وأهله وحول بيته لكنيسة في حياة ماري مرقس نفسه، وكان حوالي سنة 60 ل 68 ميلاديا. ولما استشهد ماري مرقس تم دفنه في مكان تحت الكنيسة، ومن بعده نشأت عادة دفن الآباء بطاركة الإسكندرية جنب جسد ماري مرقس. والكنيسة هي واحدة من الكنائس الأرثوذكسية المشرقية اللي تأسست على تعاليم القديس ماري مرقس اللي بشر مصر بالمسيحية خلال فترة حكم الحاكم الروماني نيرون في القرن الأول الميلادي. وبترجع أهمية كاتدرائية ماري مرقس بالنسبة للمسيحيين الأقباط إنها الكرسي الأول التاريخي لبطريرك الإسكندرية والكنيسة القبطية. ومن عصر ماري مرقس للعصر الحالي مرت الكنيسة بمراحل كتير من الهدم والبناء إلى أن وصلت للوضع الحالي.